استاذ حلمي شبل، اهلا بحضرتك، مدير دار عرض السيرك القومي، اهلا بحضرتك. قول لنا بقى، احكي لنا كده عن اخر التطورات اللي بدات في بدايه المرحله. عارفين ان المرحله الثانيه بتاعت السيرك القومي بدات. عايزين نعرف ايه اللي حصل بقى. احنا مقفلين تقريبا من امتى بالنسبه للسيرك؟ من يوم 15/3 كده. كم 15/3 15/3 لغايه النهارده 22/4. ايه اللي تم بقى في الفتره دي كلها؟ ان شاء الله تم ان لوحه الكهرباء الكامله بتتغير، لان كان في شويه صعوبات في اللوحه القديمه بعد التجديدات اللي حصلت، التكييفات اللي ركبت وكده. ففي شويه حاجات بتحصل في تغيير لوحه الكهرباء كامله، قايمه بقى طبعا جهاز المشروعات بتاع القوات المسلحه وكده. طبعا المبنى، في مبنى اداري، في مبنى المدرسه هنبدا فيه، وفي مبنى للغرف فنانين هنبدا فيه برضو الايام الجايه، بس مستنيين بعض اجراءات في الرخصه وتخلص ويبداوا على طول برضو جهاز المشروعات القوات المسلحه. طيب انا كواحده مثلا داخل المنيش او كجمهور، هيحس بالفرق بتاع الكهرباء ده ولا ده حاجه هيحس طبعا اكيد. الصاله بتبقى مكيفه، التكييف هيشتغل طوال العرض. كانت في صعوبه في التشغيل في ساعه ما ركبوا، او فعلا كان في ايام التكييف فيها كان بيقف فعلا فيه فهيحس اكيد بتغيير كامل يعني. والسيرك ده انت لو دخلتيه السنه اللي فاتت وجيتي تخشيه السنه دي اكيد هتحسي بفرق تاني. طب هل بالنسبه للوحه دي معنى كده ان الكهرباء مش هتقطع خالص عن السيرك؟ طبعا الكهرباء تقطع دي نظام، دي حاجه من شركه الكهرباء، لو قطعت يبقى حاجه خارجه عن ارادتنا بره، لكن مش حاجه جوه. لا اصل المهندس جوه قال لي ان لو في قطع بيتحول مش عارفه على لا هم في خطين بس، لو خطين قطعوا من الشركه بره انا مش لا دي حاجه ثانيه بقى. المهم ان انا عندي خطين متوفرين، بحيث انا عندي 3 خطوط كمان. يعني معنى كده ان الكهرباء تقطع في خط، عندي خط ثاني، عندي خط ثاني وخط ثالث كمان، وعندي خط رابع مولد. طب هل ده كان موجود قبل كده ولا ده لسه السنه دي بس؟ كان موجود بس كانت صعوبه في نفس لوحه الكهرباء. يعني بس يعتبر كان موجود بس مش شغال. مش شغال دلوقتي. هيشتغل بقى. يعني كلها الاسبوع واحد بس، كل حاجه ترجع الكهرباء بتاعتها تبقى 100 100 بامر الله. متشكره جدا يا استاذ حلمي، وده من المزيد من النجاح ان شاء الله. الف شكر.